القصة ديالي بدات ملي تزوجت براجلي، وكنا متفقين انني غادي نسكن مع عائلته. وفعلا تزوجنا ومشيت لدارهم، وكان هو وختو الصغيره اللي عند والديه. ايوا سكنت معاهم وبديت كنولف عليهم. كنت حياتي غادا كما كنت في دارنا، كنفيق نتقى مع جوزتي وولوستي كانت كتقرا. وملي كنسالي الشقه في العشيه فاش كيجي راجلي كندخلوا للبيت ونسدوا علينا ونجلسوا مع بعض. وكان كيبقى يسولني في الايام الاولى كما كتقلقي من ماما ولا اختي كما كيديروا لك شي حاجه. كنقول ليه لا بالعكس، اطيب خلق الله، ونبقى نشكر فيهم. ايوا دوزت عام معاهم عادي، كل نهار كيدوز كما الايام الاخرين. حتى لواحد المره لوستي رجعت من المدرسه، موراها دخلت البيت وكنت غير انا وياها في الدار، حيت عكوستي وشيخي كانوا في العروبيه ورجلي كان في خدمته باقي ما رجع. المهم ديك لوستي يلا عندها 15 عام، دخلت لبيتها وسدت عليها. واحد الساعه سمعتها كتهضر في التليفون، حيت كنت كنتحرك في الدار حتى كنسمع توشويش. بقيت كنصنت عليها حدا الباب، واخا راه هاد القضيه التجسس خايبه. ما جاش الله سبحانه وتعالى وقال ولا تجسسوا هكاك. المهم سمعتها كتهضر مع شي دري على ما بان ليا من طريقه كلامها، وكتضحك وكتقول ليه توحشتك. وقبيله دوزنا وقت زوين. ايوا صافي تما عرفت بانهم كيتلاقاو. ايوا الصدمه بقاو كيهضروا من بعد في حاجات ما مزيانينش، وانا غير كنتعجب وكنقول شوف هاد البرهوشه يلا عندها 15 عام وخرج منها العجب. في نفس الوقت بقات فيا كنقول باقا صغيره، ودابا تندم على هاد الشيء. ايوا صافي خليتها حتى الليل فاش تعشينا ودخلت عندها البيت وهضرت معها بشويه. قلت لها راه سمعتك قبيله فاش كنتي كتهضري، قولي شكون هذاك. بقيت كنضحك معها باش ما تخافش وتعاود لي، وهي تبدا تعاود لي. قلت لي راه كبر منها، كيقرا في الباك وتصاحبوا كيتلاقاو مع بعضهم، وبلي كتبغيه وكيبغيها. وبقينا انا وياها كنتعاودوا. تصدقت بت معاها وخليت راجلي يبات بوحدو في البيت. زعما كنحاول انني نقنعها وكنقول لها راه داكشي ما مزيانش وهذا، وكنشوف شنو تحت راسها. المهم دازت الايام ورجعت عكوستي للدار هي وشيخي، ولوستي اللي نسميها فردوس تطلقات معايا وبدات كتعاود لي. وانا كل مره كنصحها كما قلت لكم، كنقول لها تفارقي معاه ونحاول نهديها ونقول لها راك باقا صغيره، وهي والو اللي في راسها. حتى لواحد المره قلت صافي خصني ندير ستوب لهذا الشيء. حيت داك النهار لبست مزيان وجات عندي للبيت طلبات مني المكياج. قلت لها اش بغيتيه؟ قلت لي غنمشي نتلاقاه عادي بحال ما كاين والو. يا صافي انا عاودت هضرت معاها ونصحتها، والو ما بغاتش تسمع مني، وخليتها تاخذ الميك اب ديالي وانا نخرج عند عكوستي ونعاود لها كل شيء. قلت لها شوفي راه بنتك غتمشي تلاقى مع واحد الدري مصاحبه معاه، وهاد الطريق راه ما صلحاش ليها، وشوفي خليها تا تخرج تلاقاه تبعيها وشوفي بعينيك فين غادي لما تيقتينيش. زعما قلت هي امها وغتهضر معاها غتخاف منها البنت وغتبعد، وهي تصدمني بحال الا تصرفقت. قلت لي لا انا بنتي ما دايره شكا، انا عارفاها عجنها وخبزها وعارفه شنو ولدت فيها. يا صافي ما بغاتش نهائيا تيقني ومشات دخلت عندها البيت، بدات كتضحك معها. قلت لها كاع داكشي اللي عاودت لها وحطتني بوجهي، وبنتها نكرات طبعا وقلبتها عليا، وبداو كيغوتوا عليا. وبدات عكوستي كتقول لي ما يحسبك انتي هادي اللي ما خلى ولدي اينا زنقه ودرب دوزك منهم عادك حتى لصقتيه، ويحسبك كاع بنات الناس بحالك. انا بنتي لالك، ولستي حتى هي كتقول لي كون فيك الخير وكنتي بعزك كنت داك ودار لك دارك بوحدك، ولكن حيت انتي اللي لاصقه ويحسب لك انا بحالك راه سكنك معانا. علما انا راجلي عمرني عرفتو، غير نعتوني ليه الناس وتا جا خطبني عاد بدينا كنهضروا مع بعض باش نتفقوا على امور الزواج. عمرني تلاقيت معاه ولا درت معاه شي حاجه الحرام ولا درت معاه في اطار شي حاجه خايبه قبل ما نتزوجوا زعما. صافي ديك الساعه تقلقت بزاف وبديت كنبكي. دخلت لبيتي وقلت غير غيجي راجلي نعاود ليه شنو طرا، وكان كيحسب لي راجلي غيتيقني. ساعه ملي جا سبقوني ليه وبداو كيعمروه عليا، ردوني انا اللي خايبه ولا لايحه الباطل على اختو.
ايوا جا سلخني مزيان وقمش لي وجهي وهما براد البيت كيسمعوني كنغوت باش نتعتق وما تحركوش. غير خرج غير خرج راجلي ولد الحرام من البيت، عيط لبابا جا داني ومسكين تعصب وضرب معاه، والغد اللي مشيت شكيت بيهم، رفعت عليهم دعوة انهم تعدوا عليا كاملين ماشي غير راجلي باش نغرقهم كاملين حيت شمتوني. لا لوستي اللي كنت انا باغا لها غير الخير، لا عجوزتي اللي نصحتها على وديت بنتها وفي الاخر بدات كتضحك عليا وبدات كتلوح عليا شي حاجه اللي انا ما درتهاش، وكتقول لي ما خليتي ما درتي معاه عاد تزوجك، وفي الاخر مشاو عمرو راجلي عليا باش يضربني. لا الشمات راجلي اللي مد عليا يدو. ايوا صافي غير وصلوا الخبار، جا وبدا كيزاوق هو وعائلته، وقلت ليه بغيتي نتنازل على الدعوه مرحبا، غتحط لي مليون وغتطلقني. بدا كيتماطل وما بغاش في الاول. قلت ليه اذا نتحمل المسؤوليه الا ما دخلتكم كاملين الحبس لا انت لا امك لا ديك البرهوشه اختك. وقلت له سير بعدا سول عليها ولا سول على فلان اللي مصاحبه معاه يعطيوك خبرها. والسيد بدا كيترعد من بعد سمعت انه شد اختو عطاها قتله العصا، حيت بصح لقاني ما كذبتش وحصلها باللي كدوي مع داك الدري. انا ما تنازلتش ليهم على الدعوه تحت لي فلوسي واخا ما كانوش كاملين، ولكن المهم شديت دوك الفليسات. من بعد ما بغاش يطلقني، يوم اللي ما بغاش يطلقني انا نيت اللي طلقته وتهنيت حيت كون بقيت معاه ما غتنساليش الشمته ديالو هو وعائلته. وهناني سيدي ربي، وهنا دابا كنتسنى الا جا شي راجل مرحبا. ما جاش صاف راني كنتسمى تزوجت دوزت تجربه الزواج، وكما الزواج حلال راه تطلق حلال. والحاجه اللي ندمت عليها هي ديك اللقطه فاش انني مشيت وبديت كنتصنتي عليها في الباب باش نعرفها مع من كدوي. اما كنت دخلت سوق راسي كاع ما نوصل لهذا المواصل. ايوا صافي، وهادشي كيعلمكم ما تبقاوش تجسسوا على عباد الله، راه ربي ما كيامرنا بالحاجه حتى كيكون عارف انه عندنا مصلحه فيها ولا غضرنا. الا نهانا على الحاجه راه غضرنا، امرنا بالحاجه راه غادي تنفعنا. ايوا هذه هي قصتي، وشكرا لكم على الاستماع والله يعاونكم.